السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله اليوم 165 في عمر الفراخ بتاعتنا البلدي والفراخ البياض. زي ما انتم شايفين يا جماعة الفراخ قدامكم. طبعا انا حاطه لهم وجبة كده اللي هو برسيم، وحاطه لهم علف بياض صافي، ما لخبطتش معاه اي حاجة خالص. ماشي، قمت حط لهم وجبة كده علف بياض صافي من اللي هو ده يا جماعة، علف بياض. بحيث ان هم لو في حاجة فيهم راكنة كده تبتدي ترجع تاني تبيض. ماشي، العلف البياض لوحده طبعا بيبقى مزورهم شوية، محتاجين مية، عشان كده نحط لهم مية بزيادة علشان خاطر الاكل ما يوقفش كده في زورهم، لان العلف البياض ممكن يعطشهم لوحده، عاوز معاه اي حاجة. فنحط لهم كده خضار، ياكلوا من الخضار وياكلوا علف البياض، نحط للحمام كمان علف بياض ياكلوا منه، بحيث ان الحاجة تنتج معاكي والحاجة تبان معاكي في الاكل بتاعها يبين عليها يعني. طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني الحمد لله الفراخ بتنتج معايا انتاج بيض كويس خالص بالنسبة للعدد بتاعهم، بس احنا برضو نهتم بيهم. واحنا بنوكل كده يا جماعة، انا عندي كده عادة كده بعملها لما وانا بوكل الفراخ كده، لما ابص كده اشوف الفرخة دي كشة، فرخة زعلانة شوية، فرخة راكنة على جنب، شوف الحاجة اللي عندي كده محتاجة عشان تعمله لها، عشان ممكن الحاجة تتعب منك وانت متبقيش عارفة هي تعبانة من ولا فيها ولا اي حاجة. الحمام عمال بيطير، حاطة الحمام هو كمان علف بياض عشان يحمل معاه شوية للبيض. طبعا العلف البياض بيجيب من الاخر، بس احنا ما بنعتمدش عليه طبعا عشان الحاجة غالية اليومين دول، يعني الكيلو ب15 جنيه فغالي، لو هجيبيه في الشكارة هيبقى ارخص شوية. طبعا انا بخرط البرسيم في اكتر الاوقات، وبعد ما بخرطه بحطه لهم ناعم خالص. ماشي، ودلوقتي حطيت لهم سليم، بيقعدوا بقى ينقوا فيه زي ما انتم شايفين ماسكينه في بقهم، بينقوا فيه لحد ما ياكلوه خالص، ياكلوا كل الخضار اللي فيه ده ويسيبوا العداد بتاعته. يعني هو اهم حاجه عندهم ان هم يلاقوا حاجه كده ينقروا فيها طول ما هم موجودين. بقى بصوا كلت العلف وتحس ان هي زورانه كده، علشان خاطر العلف بيبقى حامي شويه وبيبقى تقيل عليهم، بيبقوا محتاجين ميه. الميه قدامهم طبعا هيبتدوا بقى يشربوا منها كده ويبلعوا الاكل اللي هم اكلوه. عاوزه برضه اخفف الميه كمان حبه. ماشي، لما يبقى عندك حاجه بتاكل وانت محتاجاها لما تخف احسن، يعني لما نخفف منها العدد، هي كده كده بتاكل، نخفف منها العدد احسن لنا احنا، ويوفر معانا في الاكل ويوفر معانا في كل حاجه. يا رب الفيديو بتاع النهارده بقى يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله.